على فكرة بقى ان الجلاش بيتعمل بكذا طريقة، تعرفي كده؟ ودي طريقة من الطرق الخطيرة جدا جدا، وان شاء الله بإذن الله لسه كمان هنزل لكم بكام طريقة للجلاش، واللي تعجبك اعملي منها، وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لايك بقى وكومنت حلو منك كده ومتابعة للصفحة عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. ربنا يا رب يبارك فيكم ويحفظكم، امين يا رب العالمين. شايفين بقى طريقة الجلاش دي؟ بجد خطيرة، حلوة جدا جدا وسهلة وسريعة ومش تاخد معاكي اي وقت خالص. يلا كده قومي اعملي لولادك حاجة حلوة كده واكليهم وفرحيهم، وربنا يا رب يخليكي ليهم. بجد بجد هتعجبهم جدا جدا. هتجيبي بقى لفة الجلاش زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله، وهنبتدي ناخد ورقة ورقة. بصي بقى هنعملها ازاي، ويا سلام بقى لما تكون متغرقة كده في السمنة البلدي يا سيدي. وطبعا كلكم عارفين ان السمنة البلدي بتدي طعم كده للحاجة، حاجة كده اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله. ركزي بقى معايا وشوفيني انا بعملها ازاي. ببتدي ان انا اخد الورقة اتنيها نصين، وبعد كده ادهنها بالسمنة والفها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا بقى بتبقى طالعه عامله ازاي، كأن شكل الورده كده، بتبقى جميله قوي قوي. بصوا كمان هناخد ورقه تانية ونعملها لحد ما نخلص معانا لفه الجلاش كلها. على فكره انا هنا عملتها بلفتين من الجلاش، لان طبعا الصينيه بسم الله ما شاء الله كبيره. انت طبعا صغري الصينيه واعملي لفه واحده بس، من كتر ما هي جميله وهتعجبك هتعملي منها على طول. وطبعا الصينيه اللي انت هتبتدي ترصي فيها لفه الجلاش لازم طبعا تكوني برضو دهنها بالسمنه، تمام كده. المهم برضو هناخد برضو لفه لفه زي ما انتوا شايفين، زي ما بقولك لحد ما نخلص معانا لفه الجلاش كلها. هنا بقى في اللحظه دي عايزه تحطي اي نوع من انواع المكسرات براحتك جدا، زي ما انت عايزه تحطي سوداني، عايزه تحطي مثلا زبيب، عايزه تحطي كمان جوز الهند، عايزه تحطي اي مكسرات موجوده ومتاحه معاكي براحتك جدا. انا هنا بقى عملتها ساده، وبعد ما خلصت معايا ابتديت وانا بحطها كده للتقديم بقى، طبعا حطيت على الوش جوز الهند وكمان سوداني، تمام. بصوا بقى شايفين، باخد ورقه ورقه الفها زي ما انتوا شايفين بالسمنه، وابتدي ان انا ارصها طبعا في الصينيه لحد بقى ما اخلص الصينيه معايا كلها. طبعا في اللحظه دي هكون مشغله كمان الفرن على درجه حراره 180، تمام، يسخن بقى معايا. وبعد ما اخلص الصينيه ابتدي ان انا كمان احطها في الفرن لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. وتعالوا كمان هقولك بقى على طريقه للشربات حلوه جدا جدا، ما تخافيش خلاص، مش هيسكر معاكي تاني. لو انت بتخافي من الشربات ان يسكر معاكي، لا مش هيسكر معاكي ابدا. بس استني كده لما نرص بقى الصينيه واوريكي كمان طريقه بقى الشربات اللي انت هتعمليها ناجحه جدا جدا. هنا كمان بوريكي كمان شكل الصينيه وانا برصها، اخلصها بقى كل الكميه اللي معايا، وابتدي كمان اوريكم بقى شكل الصينيه بعد ما تخلص معايا خالص. حاجه كده والله العظيم اللهم بارك، حلوه جدا جدا. بجد بجد جلاش كده بالسكر، حاجه كده كل ما الولاد يعوزوا حاجه حلوه خلاص متاح معانا، صح ولا لا؟ ايوه، ما هو يتغدوا من هنا وعايزين ناكل حاجه حلوه يا ماما. ربنا يا رب يخليهم ويبارك فيهم، امين يا رب العالمين، وبالف هنا وشفا عليهم. وربنا يا رب يخليكي كده دايما لبيتك ولحياتك ولولادك، امين يا رب العالمين. شايفين بقى هنا عايزه اوريكم اصلا شكلها زي ما تقولي ورده، والله العظيم تقولي ورده. جلاش ايه؟ زي ما بقولك ان شاء الله لسه كمان هنزل لكم بكام طريقه للجلاش حلوه قوي، بس اعملي الطريقه دي معايا وبجد هتدعيلي، لانها حلوه قوي وسهله وسريعه ومش تاخد معاكي اي وقت خالص. شوفي بقى شكل الصينيه بعد كمان ما خلصناها كلها، ايه رايكم في شكلها؟ بجد حلوه قوي، صح ولا لا؟ وهنبتدي كمان اللي احنا نجيب بقى بقيه السمنه اللي بقت معانا، ونبتدي اللي احنا كمان ندهن بقى الصينيه كده من على الوش، ونبتدي اللي احنا نحطها في الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تاخد معاكي يا ستك كل اللون الذهبي. هتكوني طبعا عملت الشربات وكمان الشربات برد. وطبعا اول ما تخرج معانا من الفرن اهم حاجه تسيبيها تهدى شويه، وبعد كده تبتدي اللي انت كمان تسقيها بالشربات. خلاص كده عملناها، هنحطها بقى في الفرن تاخد معانا اللون الذهبي. في اللحظه دي بقى نكون كمان بنعمل بقى الشربات. هاتي 3 كوبايات من السكر وكوبايتين ونص من الميه، وحطيهم على النار بس ما تقلبهمش خالص، هتسيب السكر كده يدوب لوحده. اول حاجه طبعا هنحطها على نار عاليه، بعد كده هنهدي عليها النار. اول كده ما نبتدي اللي هي تغلي معانا هنوطي عليها النار، هتسيبيها على النار وهي واطيه قد ايه؟ هنسيبها بالظبط 10 دقايق مع طبعا عصره الليمون. وبعد ما نقفل عليها هنحط كيس من الفانيليا. فيها حاجه صعبه؟ ما فيهاش حاجه صعبه خالص، طبعا هتبقى خطير. هيكون بارد خالص بقى معانا الشربات على ما كمان صينيه الجلاش تخرج معانا من الفرن تهدى كده شويه زي ما انتوا شايفين، ونبتدي اللي احنا نسقيها بقى بالشربات بتاعنا.
حاجه كده زي العسل والله العظيم. المهم هنبتدي بقى خلاص بعد ما سقيناها بقى بالشربات زي ما انتم شايفين. خلاص كده بقى الجلاش بتاعنا جاهز كده بقى يا ست الكل، اللي انت تاكليه كده بقى وتاكليه لولادك. حاجه مسكره سهله سريعه حلوه جدا جدا. بعد الغدا كده عايزين الولاد يحلوا وانت كمان عايزه تحلي كمان بالجلاش القمر ده. وخلاص على كده. هنا بقى في التقديم هتبتدي اللي انت تجيبي طبق طبعا، ونبتدي اللي احنا نحطه كده، ونبتدي اللي احنا نحط بقى على الوش جوز الهند وكمان بقى سديني. اي مكسرات عندك متاحه اعمي حطيها براحتك قوي. عايزه تحطيها جوه لفه الجلاش زي ما قلت لك برده براحتك. بس انا هنا عندي جزئين، في الجزء اللي بيحب الحاجه بالمكسرات وفي اللي بيحبها ساده، فانا عملتها ساده. وابتديت كمان اللي عايز مكسرات حطيت له على الوش زي ما انتم شايفين كده. كانت برده حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى اصلا شكل الجلاش بيتكلم عن نفسه. هنا كمان كنت بحط زي ما بقول لكم سديني وكمان جوز الهند، طعمها حلو قوي قوي. خلاص كده اعملي بقى لفه الجلاش بالطريقه بتاعتي وبجد هتعجبك قوي قوي، ومش هتعمليها الا بالطريقه دي. وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه اعمل لكم كمان كام طريقه للجلاش بجد حلو قوي قوي. ما زي كمان ما بنفكر في الاكلات السريعه بنفكر كمان في الحلويات السريعه، صح ولا لا؟ وانا قلت لك مع اسماء ولا تفكري ولا تحتاري. ان شاء الله باذن الله لو محتاره في الاكل هنعمل مع بعض احلى الاكلات، لو محتاره في الحاجه الحلوه هنعمل مع بعض احلى الحلويات. وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. وطبعا صينيه الجلاش دي بقى تستحق منكم احلى لايك. وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا لايك وكومنت حلو منك ومتابعه للصفحه عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. ويلا بقى نصلي كده على النبي مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا جدا. وزي ما قلت لك لما نيجي نسقي الشربات ما ينفعش يكون الجلاش سخن قوي، لازم نسيبه يهدى شويه عشان يقرمش معاكي. وان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات تانية كتير، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه. واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.